تخيل نفسك مريض في مستشفى مربوط على سرير والدكاترة حواليك وفي جهاز غريب بيتحط على دماغك وفجأة تحس بكهرباء حواليك وفي دماغك. أكيد ده ما كانش هزار ولا كانت طريقة من طرق التعذيب، ده كان علاج رسمي في وقت ما. زمان كانوا بيعالجوا الأمراض النفسية بصدمات كهربائية مباشرة للمخ. الطريقة دي خلت ناس تتحسن وناس تانية تتدمر. إزاي بدأت وليه استمرت وهل فعلا كانت بتجيب نتائج؟ خلينا أحكي لك قصة إنسان وعقل وكهرباء. هنرجع لإيطاليا سنة 1938. هتشوف دكتور بيشتغل في الطب النفسي لما يلاحظ حاجة غريبة على مرضى الفصام، الناس اللي عندها شيزوفرينيا. اوقات كان بيجيلهم نوبات صرع، بعد نوبات الصرع احيانا كان بيبقوا اهدى شويه. انا فكر وقال ليه ما نخلقش نوبه شبيهه بالصرع دي بس تكون بالكهرباء. فعلا استخدم جهاز كهرباء قديم وصدم بيه مخ مريض لاول مره. النتيجه المريض فاق بعدها وكان اهدى شويه، وهنا قالوا العلاج شغال وبدا ينتشر شويه شويه في اوروبا وفي بعض الاجزاء في العالم. بس استنى، الموضوع ما كانش لطيف خالص، وده لان المرضى كانوا بيتربطوا على سرير وبيتعرضوا للصعق بدون اي تخدير. الجهاز كان بيضرب المخ بصعقه كهربائيه مباشره. المريض كان بيدخل في تشنجات عنيفه ممكن تكسر له عظمه او تخليه يفقد الذاكره. يعني انت عندك مشاكل ومكتئب، بنعالجك بالصدمات الكهربائيه، ها حاسس بايه؟ مش فاكر، مبروك خفيت. وكانوا بيقولوا ان الجلسات دي بتعيد ضبط الدماغ زي دلوقتي لما تعمل لتليفونك ريستارت او ابديت. شوف كم واحد حوالينا محتاج يعيد ضبط دماغه. بس ليه الناس توافق على الجنان ده؟ لان في الوقت ده ما كانش فيه مضادات اكتئاب ولا ادويه للفصام او الهوس او الانهيار العصبي، فاي حاجه تبان ان هي ممكن تساعد ليه ما نجربهاش؟ عاجبك حالنا كده؟ وبالفعل كان في ناس اتحسنت وناس خرجت من اكتئاب شديد. حلو ده، بس الثمن كانت ناس فقدت الذاكره بتاعتها، تشنجات مؤلمه، انهيارات عصبيه ونفسيه، وفي ناس ماتت من التجربه. مش حلو ده. العلاج ده بقى رمز للرعب في افلام كتيره زي فيلم وان فلو اوفر ذا كوكيز ناست. في مشهد شهير جدا، البطل مربوط في سرير وبتصعق بالكهرباء وهو صاحي وعينيه بتدمع. المشهد ده خلى الناس تشوف طريقه العلاج ان هو تعذيب مقنن اكتر من كونه طب. الحمد لله الموضوع اتلغى، هو لسه موجود بس مش بالشكل ده. ECT العلاج بالصدمات الكهربائيه. تشوف في الطريقه الحديثه دلوقتي ان المريض بياخد تخدير كامل، بيتم مراقبه النبض والتنفس بتاعه الحاله، والكهرباء بتكون بنسبه دقيقه محسوبه. الهدف تحفيز المخ مش تعذيبه، وده بنستخدمه لما خلايا في المخ بترفض العلاج، فبيكون ده كجزء من التحفيز ليها عشان تبدا تستجيب للعلاج من تاني. زي الحالات اللي بيكون فيها اكتئاب شديد مقاوم للادويه، ونجاحه وصل في بعض الحالات ل 70% تحسن. العلاج بالكهرباء بدا كتجربه مجنونه وتحول لوسيله علاج معترف بيها، بس لحد النهارده فكره ان العلاج تكون بالكهرباء دي فكره بتفزع الناس، وده مفهوم طبعا. العلم كل يوم بيتطور والطب ما كانش دايما رحيم، بس كل تجربة مرعبة زي دي كانت خطوة غريبة ومؤلمة في طريق فهمنا لعقلنا البشري. تفتكر لو كنت موجود وقتها وكانوا عرضوا عليك علاج الكهرباء كنت وافقت؟